السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، وان شاء الله النهاردة اقول لكم ازاي نتابع شحنتنا من على ابليكيشن البريد المصري. لو انا بعت اي شحنة من طريق البريد المصري ليه ابليكيشن اسمه ايجيبت بوست، بحمله وبعدين ببدأ اتابع الشحنة بتاعتي. اول ما تفتحه هتلاقي بيقولك تتبع شحنتك الان، وبتبدأ تكتب الرمز اللي مكتوب في الورقة اللي انت اخدتها وتدوس على تتبع. انا كتبت الرمز وكتبت تتبع، هيبدأ يقولي اتشحنت امتى والنقل والمعالجة والتسليم هيبقى امتى، فانت بتتابع الشحنة بتاعتك بالطريقة دي. عايز تحسب الشحنة بتاعتك هتكلف كام، تقول حجمها قد ايه او وزنها قد ايه، وهو بيقولك هتكلف كام يعني. كمان بتختار المحافظة، بتشوف البريد، الرقم البريدي بتاع المحافظة بتاعتك ايه، بتكتب الإدارة بتاعتك. يعني أنا إدارة النزهة الجديدة، فعلشان كده كتبت. ممكن أكتب مثلا عين شمس، بيقولك برضو الرمز البريدي أو الرقم البريدي بتاع منطقتك ايه. الابليكيشن ده كويس جدا، فلازم تنزلوه ولازم تتعاملوا معاه. على فكرة أفضل بكتير من المناديب بصراحة. الموضوع مضمون أكتر، بتودي الشحنة بتاعتك بتوصل للشخص لحد البيت. هيفيد الناس اللي بتشتغل اونلاين، او لو حد حابب يبعت حد لأهله في اي محافظة. وعلى فكرة البريد المصري بيبعت خارج مصر، يعني في ان هو يقدر يبعت للسعودية، الامارات، اي بلد خارج مصر. والموضوع برضو ما بياخدش وقت، وتكلفته بتبقى اقل طبعا. فالتعامل معاه سهل ومريح قوي عن زمان. يعني زمان كان ممكن ايه اللي عايز يستلم الشحنة بتاعته لازم بقى يلف على البريد الأقرب ليه أو كده. لا، دلوقتي الموضوع بقى سهل، والشحنة بقت توصل لحد باب البيت. وكمان بتبقى مسجل رقمك والرقم المرسل إليه، فبيكلموا المرسل إليه علشان يوصلوا للعنوان بالظبط، وهكذا. وبيوصل في وقت قصير جدا. يعني لو المحافظة قريبة، يعني لو داخل القاهرة فبيبقى يوم أو يومين. لو خارج القاهرة، الجيزة، اسكندرية وهكذا، بيبقى 3 أيام. وطبعا أيام العمل، يعني لو انت بعت يوم الخميس فما تحسبش الجمعة. وفي بريد بيشتغل السبت وفي بريد لأ، فاعمل حسابك في الأجازات. يعني زي ما قلتلكوا بيبعت داخل مصر وخارج مصر، فالتعامل معاه سهل وبسيط جدا. لازم تجربوا ان انتوا تتعاملوا معاه، واسعاره كويسة جدا. بس حبيت اوصل لكم الفكرة دي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولو في اي حاجة لازم تبعتولي طبعا وتشاركوني. اشوفكم على خير ان شاء الله.